السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك مش لاقيينه. شفت أسرع من كده مقدمة؟ مفيش أسرع من كده. الزمالك يا صاحبي مفقود ومش لاقيينه. لك أن تتخيل إن الزمالك بطل الدوري المصري لحد الآن ما عملش معسكر تدريب، ولحد دلوقتي اللعيبة بتاعته مش موجودة في جوه النادي، لا تدريب ولا أي حاجة. والنادي بقى عبارة عن خرابة. وادخل اتفرج على الإعلام المصري وهو بيقول لك إمام عاشور ما بيجددش ليه، إمام عاشور مش عارف إيه، مروان عطية جاي له عرض، الدوري السعودي عايز لعيبة الأهلي، وكل الكلام عن النادي الأهلي. لكن نادي الزمالك اللي المفروض إن هو بطل الدوري المصري، وكلنا عارفين إزاي بطل الدوري المصري، لحد دلوقتي مش عارف يستعد للموسم الجديد يا اخواتي. بطل الدوري المصري لحد دلوقتي مش قادر يجمع لعيبته ويجيب لعيبته حتى المحترفين. تعالى بقى نبدأها بقى خالص بقى. انت كنادي زمالك كان عندك 19 قضية ايقاف قيد، وحاولت تعمل كل اللي عندك وجبت فلوس لم تسأل عن مصدرها. ركز وحط تحتها مليون خط ان الزمالك ما تسألش من اين لك هذا. وحليت القضايا اللي عليك وخدت الرخصة الافريقية، وشفنا الاحتفال الكبير جدا جدا ببطولة الرخصة الافريقية. والله زي ما بقول لك كده، جماهير الزمالك احتفلت بالرخصة الافريقية على اساس انها بطولة دوري الرخصة الافريقية او بطولة الرخصة الافريقية. احتفلوا بالرخصة، وصلناهم اللي احنا خليناهم يحتفلوا بالرخصة الافريقية. معذورين يا عم، بقول لك من 24 سنة ما يعرفوش حاجة عن دوري ابطال افريقيا. فطبيعي ان يحصل كده. لكن هل الزمالك اللي جاب فلوس بالملايين، ايه، بالمليارات علشان يدفع القضايا اللي عليه للاتحاد الدولي علشان ياخد الرخصة الافريقية، مش قادر ان هو يدفع مستحقات لاعيبته علشان ينزلوا التدريبات ويبدأ المعسكر التدريبي بتاعه؟ الزمالك بالمناسبة يا صديقي هيعمل معسكر التدريب بتاعه في جمصة ان شاء الله، يعني لان هو مش لاقي بلد، مش لاقي اي حاجة. يعني حتى قال لك في الاول احنا هنعمل في العاصمة الادارية، على ما اعتقد ان هم مش هيرضوا يدخلوه العاصمة الادارية اصلا. مش هيرضوا، محدش هيوافق ان هو يدخل العاصمة الادارية اصلا. فهو ممكن يعمل في جمصة، ممكن يعمل في بشتيل. شوف بص، شوف لك اي حاجة بقى. شوف لك ترعى واعمل قدام منها المعسكر التدريبي. نادي الزمالك لحد دلوقتي ما عملش معسكر تدريبي، وتيجي تكلم الجماهير بتاعته، الجماهير الكوميدية، يقول لك النادي الاهلي والصفقات الاهلي ومش عارف ايه. والله العظيم ما في برنامج اعلامي بيتكلم غير عن النادي الاهلي وصفقات الاهلي واللاعيبه اللي لازم تمشي من الاهلي والحسين عموته والمباراه الوديه للاهلي. انا نفسي اشوف نادي الزمالك. مش المفروض ان نادي الزمالك هو بطل الدوري يكون عليه، يعني يكون الضوء الاعلامي موجود عليه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على اخوان بزيرة. شفت بقى اسرع من كده؟ بحاول لك من هنا لهنا عشان ما تزهقش معايا يا صاحبي. ما ينفعش ان انت تزهق معايا. احنا هنتكلم دلوقتي عن خوان بزيرة. خوان بزيرة اللي لحد الان متواجد في البرازيل وما جاش مصر علشان يحضر تدريباته مع نادي الزمالك. وكل جماهير الزمالك علشان تصبر نفسها في موضوع خوان بزيرة يقول لك اصل في مشكلة ما بين الوكيل وما بين اللاعب، اصل لازم الوكيل ياخد فلوس. بس المهم في الموضوع ان خوان بزيرة بيتدرب تدريب منفرد لوحده علشان يحافظ على لياقته البدنية، علشان يرجع يحط على الدوري المصري اللي يحط عليه خوان بزيرة. انت لو جيت تتفرج على الدوري المصري السنه اللي فاتت اللي الزمالك كسبه، خوان بزيرة جايب فيها هدفين او ثلاثه واسيستين، حاجه زي كده، ارقام بلاش نتكلم. المهم، خوان بزيرة ايوه في مشكله مع وكيله وما بينه وما بين نادي الزمالك، لان الوكيل محتاج 125 الف دولار مستحقاته في صفقة خوان بزيرة. لكن الزمالك مش قادر يدفع الرقم ده ليه وهو دافع ملايين الدولارات في القضايا. ده اللي بيتكلم فيه وكيل خوان بزيرة. انت دفعت ملايين الدولارات في قضايا عليك، ليه ما تدفعليش فلوسي؟ اللاعب مش هيجي غير لما المشكلة تتحل ما بين الوكيل وما بين نادي الزمالك. لكن كمان يا صديقي لك ان تتخيل ان خوان بزيرة نفسه ليه مستحقات زيه زي باقي لعيبة الزمالك عند نادي الزمالك. يعني مش بعيد لما تلاقي الزمالك يخلص المشكلة مع وكيل خوان بزيرة، خوان بزيرة نفسه يقول لك مش جاي، انا عايز فلوس انا كمان. انت اديت الفلوس لوكيلي، هات لي فلوس انا كمان. لكن لو جينا زي ما بقول لك نتفرج على الاعلام المصري مش هتلاقي اي قصة عن خوان بزيرة نهائي.
فين لعيبه الزمالك دلوقتي؟ هتلاقي واحد في الغردقه بيصيف مع اهله، واحد في مش عارف في اسكندريه، واحد في راس البر، واحد في جمصه بيتعود على الاجواء هناك علشان لما يرجعوا يتدربوا هناك. في حاجه غريبه جوه نادي الزمالك ومحدش بيتكلم عن بطل الدوري المصري. الزمالك كسب الدوري، ما يكونش اتباع، ما يكونش الزمالك اتباع. اصل احنا سمعنا ان في راجل اعمال اسمه الحطور اماراتي ولا مش عارف ايه كان بيعرض على نادي الزمالك ان هو يشتري الزمالك بلاعيبته. حتى احنا كان اداره الزمالك ردت قالت لك احنا ممكن نبيعه بالجماهير والله العظيم يا جماعه، والله هقول لكم ان الحاجه الوحيده اللي بتضحكنا في مصر، مش هقول لكم الكوره، هو وجود نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. الحاجة الوحيدة اللي بتضحكنا وبتخرجنا من هموم الحياة وبتخرجنا من مشاكلنا حرفيا هي وجود الزمالك وجماهيره. والله العظيم بجد، والاعلام بتاعه، علشان يعني ايه ما نظلمش الاعلام بتاع الزمالك. طبعا قناة الزمالك دلوقتي تفرش لك الارض ورد وبتعمل لك كل حاجه تحسسك ان نادي الزمالك ده مفيش زيه، ونادي الزمالك عنده مشاكل الدنيا كلها. والخلاصه يا صديقي، نادي الزمالك لحد الان ما عملش معسكر تدريبي ومش هيعمل معسكر تدريبي، ولو عمل هيعمل عباره يا صديقي حد يقول لهم ان الدوري المصري هيبدا يوم 25/8. القرعه هتتعمل كمان يومين، قرعه الدوري المصري هتتعمل كمان يومين. ولحد الان الفرقه الوحيده في الدوري المصري اللي ما عملتش معسكر تدريبي هو نادي الزمالك. بيراميدز موجود في تركيا، الاهلي هيسافر بكره او بعد بكره لاسبانيا. فانت ايه الدنيا، ايه الدنيا يا صاحبي علشان نفتح لك بوابات جمصة؟ ما ينفعش كده يا راجل. وهيجي يقول لك اصل دي ضريبه ان الزمالك بيكسب الدوري، اصل الزمالك لما بياخد بطوله بيتحارب، اصل الزمالك لما مش عارف ايه، نظريه المؤامره. هو في الاول وفي الاخر كل حاجه قايمين عليها جماهير الزمالك اساسها نظريه المؤامره. الملخص يا صديقي ان الزمالك ما عملش معسكر تدريبي، الزمالك يلعب الموسم من غير صفقات، الزمالك داخل دوري ابطال افريقيا ما احناش عارفين اذا كان هيعمل ايه، ربنا يستر وما يبقاش هلهول دوري ابطال افريقيا زي السنين اللي لعب فيها اللي فاتت، ال 24 سنه اللي فاتت. ان شاء الله يبقوا ربع قرن باذن الله قريب. لو وصلت لحد هنا يا صديقي ما تنساش اللايك المتين وما تنساش تعمل فولو عشان يوصل لك كل جديد باذن الله، وعلشان نتابع اخبار الزمالك اول باول. هتقول لي انت اهلاوي، اقول لك ايوه انا ناوي اتكلم عن نادي الزمالك المحتوى المفضل بتاعي. لو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك، سلام.